والله ولا لو نقدر نقول بقى كده ان مئويه نادي الزمالك كانت يعني تعتبر الى حد ما يعني سيئه الحظ شويه. لانها مرت بظروف اثرت عليها بشكل او باخر يعني. لان احنا كنا قبل في ديسمبر 2010 مش راضي عن ما حدث في المئويه، يعني كان نفسك تبقى احسن من كده. كان نفسي تبقى احسن، بس الحاجات اللي اعاقت المئويه بقت احسن بصفه عامه لمصر يعني ان كانت الثوره طبعا كانت الثوره اثرت في المئويه فافادت مصر، يبقى بالتالي احنا استفدنا كمصريين. تمام. انما هي اثرت بشكل او باخر على المئويه. احنا في ديسمبر 2010 اللي فات قعدنا مع مسؤولين نادي الزمالك وحطينا جدول للاحتفال بالمئويه على مدار عام 2011. الكلام ده من ديسمبر 2010. كنا حاطين حفل انطلاق الشعلة من جميع محافظات مصر. كانت تنطلق الشعلة من جميع محافظات مصر. كان في حفلات غنائية في جميع محافظات مصر، مهرجانات في كل المحافظات. كنا عاملين بطولة كرة يد. كنا حاطين على أساس من يناير 2011 لديسمبر 2011. ده كان الجدول الموضوع للمئوية. ابتدينا بقى نعلن عن المئوية في يناير 2011 بالمؤتمر الصحفي. خدت المئوية، خدت تسويق عن طريق مناقصة مزايدة ولا بالأمر المباشر ولا؟ لا، كانت مزايدة وقدمت فيها دار المعارف، ودار المعارف رست عليها المزايدة بتاعت المئوية. واحنا بالتالي كشركة احنا في عقد بيننا وبين دار المعارف بيتيح لنا تنفيذ الأعمال الغير تقليدية في دار المعارف بناء على أفكارنا احنا. يعني انتم متعاقدين مش مع نادي الزمالك مباشرة؟ متعاقدين مع دار المعارف. مع دار المعارف لتنفيذ المئوية. بس احنا اللي سعينا كشركة ان دار المعارف تاخد المئويه من نادي الزمالك، لان العقد اللي بيننا وبين دار المعارف. كان مين مشترك مع دار المعارف بينافسها في ما كانش كتير يعني، المنافسه ما كانتش قويه يعني، ما كانش فيه كتير. لان طب دفعت قد ايه دار المعارف لنادي الزمالك عشان تاخدها؟ لا، في اتفاقات، بنود اتفاقات بنسب. لم تدفع اموال؟ لا، لم تدفع اموال. كان في بنود اتفاقات بنسب من الفقرات اللي كانت موضوعه. الفقرات اللي اتلغت كان متفق فيها على اموال. وانا عشان كده بقول لك المئويه سيئه الحظ. يعني الفقرات اللي تم الغائها، التوقيت اللي نادي الزمالك نفسه في فلوس، التوقيت اللي نادي الزمالك نفسه في فلوس. فابتدينا بقى من يناير اعلنا انطلاق المئويه في مؤتمر صحفي عملناه في نادي الزمالك، وكان مؤتمر الى حد ما ناجح يعني. اعلنا فيه عن فقرات المئويه. الكلام ده كان 6 يناير 2011. جت بقى احداث الثوره العظيمه في 25 يناير. وقف طبعا النشاط. بالنسبه لك مش عظيمه؟ لا عظيمه. لا عظيمه طبعا. عظيمه. بس احنا لا بس احنا في الاخر مصريين يعني. احنا في الاخر طبعا. لما مصر طبعا دي حقيقه. دي حقيقه يعني. في الاخر مصريين. هي هتروح وهتيجي وهتتكرر السنه الجايه. لو اتلغت السنه دي تعمل السنه الجايه، لو ما كملتش تكمل بعد. لا، مئويه نادي الزمالك ما ينفعش تعمل السنه. معلش، بس احنا عملنا فيها كل اللي ممكن يتعمل، وعملنا فيها حاجات مشرفه جدا جدا يعني. حضرتك لو شفت الحفل تكريم الرموز اللي اتعمل في دار الاوبرا. انا هنخش في التفاصيل، بس الاول بنعرف الدور. برضو نسال الاستاذ عبد الحميد الشاذلي، دورك ايه؟ انت هل يعني دار المعارف قالت لحضرتك روح مع نادي الزمالك تعمل ايه؟ او دار المعارف بتعمل ايه بالظبط يعني دورها؟ دار المعارف دخلنا احنا مع نادي يعني بافكار الاستاذ محمد على اساس ان هو شريك معانا في الافكار غير التقليديه اللي احنا ما نقدرش نقوم بيها. ايه اللي هتقدمه دار المعارف نادي الزمالك كانت؟ حضرتك تعرف عندك الفقرات كلها اللي قال عليها الاستاذ محمد. عندك خلفيه عن بنود العقد اللي تم بين؟ طبعا، ما احنا اللي عاملينه طبعا. ايه حضرتك مسؤول ايه في دار المعارف؟ انا مدير عام اداره الرقابه، ومسؤول اداره اسمها تنميه الموارد. تنميه الموارد. في اي حاجه غير تقليديه يعني. لان احنا شغلتنا طبعا موضوع الكتب والمجله، مجله اكتوبر والكلام ده. فتنميه للموارد بنخش في حاجات غير تقليديه. زي الشاشات بتاعه العرض اللي بيقوم بيها الاستاذ محمد برضه، زي حاجه زي المئويه. انا حاجات من دي بنعمل معارض. استاذ سمير، اولا احنا سعداء جدا بوجودنا مع حضرتك وقائد مودرن، يعني برنامج مشاهدته قويه الحمد لله. الحمد لله بنهنيك عليه يعني. ربنا يخليك. احنا بص يا ريس، احنا الاستاذ اسماعيل منتصر من ساعه ما مسك مؤسسه دار المعارف حط في دماغه ان الكتاب بقت سلعه مش رايجه قوي. ما حدش بيدور على الكتاب. طبعا النت في وجود الانترنت ووجود التلفزيونات والقنوات الفضائيه. كلام جميل. الكتب بالنسبه لنا بقت مشكله في تسويقها يعني. فالاستاذ اسماعيل جمعني انا والاستاذ عبد الحميد، وعرض علينا ان احنا نبتكر افكار غير تقليديه تنمي موارد المؤسسه. كان في الوقت ده نادي الزمالك عايز يعمل الموارد بتاعته، فاحنا تقدمنا بناء على تكليف من الرئيس الاستاذ اسماعيل، ورحنا
واتفقنا على بنود عقد كنا هنعمل في خلال السنه حاجات كتير جدا. يعني جت ظروف الثوره وقفت كل ده. تمام. فجاء نادي الزمالك بعت لنا جواب ان احنا نستمر بعد ما الاحداث هديت شويه. ايوه. بعتنا لهم قلنا لهم احنا مش هنقدر لان الظروف مش فحددوا لنا بنود نشتغلها. اوكي. في الوقت ده كان الاستاذ محمد سعد طبعا هو اصلا في الاول كان صاحب الفكره. فاحنا فكرنا ان احنا نستغل مواردنا. فثوره حصلت، احتاجنا اموال، احتاجنا كذا كذا كذا، فما قدرناش. فالاستاذ محمد دخل معانا بتقله، بصراحه ليه دور في يعني 3/4 العمل اللي اتعمل مجهود الاستاذ محمد. تمام. احنا كاسم وكمؤسسه عريقه يعني احنا 119 سنه طبعا. فلينا خبره في المئويه بتاعتنا احنا. الاستاذ محمد ساعدنا. عملنا حفل تكريم الرموز اللي في الاوبرا. المشاكل اللي حصلت في الحفل الحمد لله حفل نجح جدا والناس كلها اتكلمت عليه. المشاكل مش من دار المعارف او مش من القادسيه، المشاكل من جوه نادي الزمالك. يعني الناس اللي ما اتكرمتش والناس اللي ما اسعدهاش الحظ ان هي اسمها يبقى في دي مش يعني احنا اللي حددنا الاسامي، اللي حدد الاسامي النادي. ما كانش فيه معايير. يعني هم اللي يعني المعايير بتاعتهم هم مش بتاعتنا احنا. فطبعا ده عبء علينا احنا. عمل ايه العبء ده؟ وضح لنا اكتر. العبء عمل ان في ناس كتير زعلت. يعني في ناس اثرت على الحفله في ايه؟ اثرت على الحفله ان نقرا في الجرايد مثلا واحد زي الكابتن ابراهيم يوسف بيقول المئويه غير ناجحه لان انا ما يعني المفروض الكابتن ابراهيم يعني الرموز اللي زعلوا اعلاميا اثروا على الحفله وخلوا المجهود اللي انتم بذلتوه بقى مالوش لا هو والله قيمته قليله. هو في التوقيت ده وفي الوقت اللي احنا فيه المجهود ظهر والناس يعني الحمد لله مبسوطه. ولجنه المئويه في نادي الزمالك يعني هم تعبوا بس الامكانيات اللي موجوده يعني في تنافر في النادي نفسه مش بره. جوه. فهم بيتغلبوا على مشاكل عندهم. حضرتك زملكاوي اشترك في مئويات وده شغلك. ملوش دعوه نادي الاهلي ونادي الزمالك. لكن احنا ناويين ان شاء الله. الاستاذ محمد صلاح هيقول طبعا الكلام دون. في قدمنا عروض كتير لمباريات كره قدم مع فرق اوروبيه. في يعني في مكاتبات. البدايه كانت ايه يا استاذ سمير؟ بدايه الحفله بداتوا ازاي؟ بداتوا ايه اللي بداتوه؟ هي البدايه هي حفله الاوبرا؟ لا كان في مؤتمر صحفي. ده كان في 6 اللي اتعمل في نادي الزمالك كان قبل الثوره للاعلان عن بدء انطلاق فعاليات المئويه. طب هل كان ليكوا دور في الموقع الرسمي بتاع نادي الزمالك؟ لا الموقع الرسمي مش داخل ضمن فقرات المئويه اللي احنا متفقين عليها مع النادي. ليه؟ لان هم كان عندهم اضيف لا هو النادي كان عنده عرض مسبق من شركه اخرى لرعايه الموقع قبل ما يفكر يعمل المئويه. يعني قبل ما ندخل فما دخلش في بنود المئويه في الاتفاق بتاع المئويه. ما دخلش في بنود المئويه. انتوا عملتوا ايه؟ انتوا كان دوركم ايه؟ تعملوا حفله الاوبرا؟ لا احنا دورنا كابتن مجدي لو تحب ابعت لك العقد لا ما احنا بنقول على كان في بطوله. لا خلينا اللي انتوا عملتوه في الفتره اللي فاتت. هل انتوا دوركم انتهى؟ لا طبعا انتهى ازاي؟ لسه يعني المئويه شغاله؟ طبعا شغاله. لحد امتى؟ لحد 12 ديسمبر 2011 ان شاء الله. 2011. يعني حضرتك في مباراه كره قدم وفي حفل فني. مباراه كره قدم لسه الاستاذ محمد طبعا هو اللي ماسك الموضوع بيتعاقد مع الفرق. وفي حفل فني ان شاء الله برضه بعد في خلال السنه هيتعمل. الماتش كوره الاستاذ محمد اتكلم عنه. لا مش هننط على ماتش كوره دلوقتي. ده حفل ده الموقع. ده جزء من حفل الموقع. كرموا الناس كلها فيه والناس بصراحه بذلوا مجهود. لا في جزء اتكرم وفي جزء اتكرم في الحفله الثانيه ويعني حصل تقسيم. وطلع معانا الكابتن ابراهيم يوسف على الهوا وكان مستاء جدا وكان نفسه انه يتكرم في الحفل الاساسي مش حفل الموقع اللي هو كان في الاوبرا. هل الحفل الاوبرا هو كان الحفل الاساسي؟ كان الحفل الاساسي للتكريم. بس في حاجه عايز اقول لحضرتك عليها كابتن. كابتن مجدي عشان بس ما نغفلش الناس حقها وما نغفلش الناس مجهودها. يعني اما الدكتور احمد شيرين فوزي يقعد اسبوع صاحي بينظم للحفل وراجل بيختار اسامي المكرمين وبيرجع ل 100 واحد. لا احنا ما بنغفلش من الاجيال السابقه. بص وبعدين عشان انا ما اتكرمتش او عشان فلان ما اتكرمش اجي اشوه كل هذا لا بص يا استاذ محمد انا عايز اوضح لحضرتك حاجه بس عشان تبقى الساده المشاهدين فاهمين احنا بنتكلم في ايه. اتفضل. النهارده موضوع المجهود اللي بذل اكيد في مجهود بذل محدش بينكره.
لكن اللي احنا بنتكلم فيه ان كل واحد خدم نادي الزمالك كان يأمل ان يكرم في مئوية نادي الزمالك في اليوم الاساسي لنادي الزمالك. تمام. وليس في يوم احتياطي او يوم فرعي لهذا التكريم. تمام. التكريم المئوية حضرتك بتقول انه كان يوم الاوبرا. تمام. العدد اللي كان موجود بقى 200 300 400، كل واحد كان يامل ان يكون من ضمن ال 200 اللي موجودين او ال 300 اللي موجودين. ده ما بيغفلش من المجهود. الراجل قعد اسبوع صاحي وكل حاجه وبذل مجهود. لكن لما احنا كرمنا يعني نادي الزمالك كرم 90 اكتر من 90 شخصيه في الاوبرا 90 وقعدنا من الساعه لغايه 4 ساعات. كل واحد يعني 90 تانيين حضرتك هياخد وقت كنا نقعد لغايه ساعه 90 دقيقه. لا لو دقيقه او السادسه مساء احسن. بدل 90 دقيقه السادسه مساء احسن. طيب حضرتك دلوقتي يا كابتن لما قالوا احنا هنكرم الرموز التاريخيه لنادي الزمالك اللي الناس ما تعرفهاش، الناس اللي ادت نادي الزمالك. طب ايه اللخبطه اللي حصلت؟ بيقول لك في دروع اترمت وناس كانت اطلاقا اطلاقا كانت مكرمه وما جاتش اطلاقا. لا حضرتك راجع الجرائد اللي صدرت تاني يوم الحفل. الصحافه المصريه كلها ما بين منشطات رئيسيه كلها حفل اسطوري، حفل تاريخي. لا ده حصل حفل تاريخي وحفل اسطوري. وحضرتك لو عندك لقطات منها عارضها، ده اهو ده من حفل دار الاوبرا. كان حفل مهرجانات زي مهرجان كانوا مهرجانات كبيره. حفل اسطوري بالفعل. ايوه. وخد مجهود ناس صاحيه اسبوع قبل الحفل. ايوه. وبعدين انا اجي بقى عشان انا ما اتكرمتش او بتاع، ما فيش داعي ان انا اتكلم على الحفل ككل عشان ما اتكرمتش. لا ما هو انت يعني انا شرحت لحضرتك وجهه النظر. احنا من حقنا انا شرحت لحضرتك وجهه النظر. انت كان لك دور في وضع اسماء المكرمين؟ اطلاقا. طيب اطلاقا. بس احنا برضه دوركم كان ايه في الحفله دي؟ عشان تشوفها بالشكل ده، الشكل اللي احنا شايفينه، الشكل اللي حضرتك شايفه، الاضاءه جزء من دورك، المسرح، كل حاجه، الدروع نفسها اللي اتفرقت، كل ده حجز الاوبرا، تكاليف اقامه الحفل كلها، الحفل الغنائي بتاع الاوبرا، التنظيم الهائل. اتعمل حفل غنائي شكله ايه؟ فرقه الموسيقى العربيه بقياده المايسترو صلاح غباشي، فرقه من الفرق الجميله جدا. ايوه. طب ما ده الطبيعي بتاع الاوبرا، انك تسمع الموسيقى العربيه. اصل انت هنا لكن الطبيعي ان اللي مش طبيعي ان انا اتكرم في يوم زي ده. يعني انا اهم عندي لا. اسمع الموسيقى العربيه ولا يقولوا تكريم مجدي عبد الغني في مئويه النادي الاهلي مثلا؟ لا حضرتك اولا مثلا مفيش نادي في مصر عمل حفل تكريم رموز لرموزه، عشان بس نبقى مدين الناس حقوقها ويبقى مجلس اداره نادي الزمالك واخد حقه في الكلام. مفيش نادي في مصر عمل تكريم لرموزه بالشكل اللي عمله نادي الزمالك في دار الاوبرا. تمام. نادي الزمالك قعد يدور على الناس اللي ادت نادي الزمالك واعطت مجهودها وعمرها كله نادي الزمالك ومحدش يعرف عنهم حاجه. تمام. يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا الكابتن ابراهيم يوسف، كلنا بنعشق الكابتن ابراهيم يوسف. الكابتن ابراهيم يوسف لما بيمشي في الشارع الناس يعني بتتلم عليه وبتسلم عليه، وده نجاح. تمام. في واحد تاني ادى نادي الزمالك زي ما ادى ابراهيم يوسف بس ما حدش يعرفه، ده يكرم. ممكن يكون دي كانت معاييرهم هم، احنا دي كانت معاييرهم. وبعدين لما قعدنا اتكلمنا معاهم قبل حفل تكريم الرموز وطرحوا موضوع نجوم الكره اللي زعلوا وبتاع، فالدكتور شيرين حتى عرض على مجلس الاداره هناك، قال يا جماعه طب ما احنا عندنا ان شاء الله ماتش دولي اللي هو هيتلعب على هامش المئويه او في الاحتفالات بالمئويه، نكرم فيه كل نجوم الكره في نادي الزمالك. ايه المشكله؟